تعالوا النهارده نعمل مع بعض احلى واسهل واطعم مكرونه بالريد صوص والصوص البيستون اللي هو الريحان. حاجه كده في منتهى الجمال والحلاوه كده يا جماعه، هتاكلوا من بجد هتاكلوا منها مش هتشبعوا. حاجه كده اللي يجوع نص الليل، وفي نفس الوقت ممكن غدوه، ممكن في اي وقت كده هفت عليك المكرونه دي. احلى مكرونه بالريحان، سهله وبسيطه خالص، ما بتاخدش مننا وقت خالص. بس اهم حاجه، لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نوره جمال. لايك وشير واشتراك في القناه. تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبي لي كومنت حلو كده. وبجد شكرا للناس اللي بتكتب كومنتات قمر 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 قمر، بجد زيكم. انتوا ناس كده في قلبي بجد انتوا ناس سكرة جدا. شكرا ليكم وشكرا لكلامكم الحلو. وانا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، بس بجد انتوا عسليات جدا وشكرا لكلامكم الحلو. يلا بقى نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا، اللي هي ما خدتش مننا وقت خالص وهتعجبكم باذن الله. اول حاجه، طبعا انا بحط الميه على النار تسخن، بسيبها على جنب خالص، وبحط عليها شويه ملح بس. بجيب بقى حله اللي انا هعمل فيها الصوص بتاعي، هحط فيها معلقه من الزيت ومعلقه من السمنه. طبعا ممكن تحطي زبده، ممكن ما تحطيش سمنه ولا زبده خالص زي ما انت عايزه. حطيت كمان معلقتين من صوص البيستو اللي هو الريحان المطحون. روحوا شوفوه، بجد وصفه رائعه رائعه، وفي اي اكل، في اي طريقه اكل لحوم او مكرونه او بيتزا يا جماعه، الطريقه دي صوص البيستون ده فظيع فظيع بجد. حطيت بقى معلقه يا دوبك، قلبتها كده مع السمنه والزيت زي ما انتم شايفين، خدت دقيقه بالظبط مع بعض. وبعد كده هنجيب الصلصه اللي احنا برضو عملناها قبل الفيديو ده على طول. طريقه الصلصه دي فظيعه جدا وسهله خالص. وكمان هناخد منها يجي 3 كبشات او 4 كبشات كده على حسب اللون اللي انت عايزاه. الصلصه دي رهيبه رهيبه بجد. بصوا الصوص انت ممكن تعمليه اخضر، ممكن تعمليه احمر. انا حبيت ان هو يبقى احمر شويه، الاحمر يعني باين فيه شويه، بس الطعم الصوص الريحان باين فيه جدا. حطيت فلفل وحطيت كمون. طبعا في ناس ما بتحبش تحط كمون، بس بصراحه بيدي طعم حلو قوي لل للمكرونه. حطيت الملح، وبعد كده هثبت بقى الطماطم، يعني ممكن 3 دقايق بالظبط. الطماطم هوريكم برضو شكلها دلوقتي لما تتثبت. مش هفوت لكم يعني لحظه ان شاء الله الا لما تشوفها كلها. بقلب بقى البهارات اللي احنا حطيناها. بصوا الصوص الطماطم بيغلي. طبعا الريحه بتاعت البيستو فظيعه فظيعه فظيعه. الريحان كده طالع وملعلع في البيت كله. هو ده بقى، بصوا القوام بتاعها بقى كده مظبوط. طبعا لو لقيتيها تخين شويه، ممكن تحطي معلقه من الميه بتاعت سلق المكرونه، وممكن ما تحطيش زي ما انت عايزه. لو عايزاها يعني تخف شويه وتبقى فيها ملغلغه كده بالصوص اكتر. حطي بقى المكرونه اللي احنا سلقناها سلقه الا ربع، يعني احنا سلقناها سلقه وربع بس يبقى ناي، لكن هي مستويه. اللي هي تاخد دقيقتين او 3 بس على النار، تقليبه كده، وبعد كده تشيليها من على النار على طول. طبعا انت بقى مش عايزه المكرونه تعجن معاكي، ده يعني في معظم الناس المكرونه بتعجن معاها. ازاي ما تخليش المكرونه بتتعجن معاكي ودايما تبقى مفلفله زي ما انت شايفاها كده، حتى لما تطيب او تقعد معاكي وقت طويل. اهم حاجه يا جماعه، اول ما تحطيها في الصلصه وت... وتحطيها يعني كده على النار، لازم كل شويه تقلبي فيها، هتطلع المكرونه مفلفله كده. بس اهم حاجه برضو ما تسلقوهاش جامد علشان ما تعجنش منك. احنا ما بنسلقوهاش جامد خالص، فعشان كده بتطلع معايا مفلفله الحمد لله. بصوا بقى الجمال، اغرفي بقى في اطباق، حطي معلقه صوص كده البيستو الريحان، يعني لو عندك في الريحان فريش كمان، هتبقى حاجه كمان في وهم بجد. طعمها خطير وجميل وهتعجبك قوي باذن الله. طبعا الصوص البيستون ده احنا عاملينه آه سهل خالص وما بياخدش حاجه ابدا. وممكن تروحي تشوفيه قبل الفيديو ده بفيديو كمان، يعني قبل الفيديو بتاع صلصه الطماطم على طول، وان شاء الله هيعجبكم الاتنين. بس كده، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه زي اللي انتوا بتكتبوها.